بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا دكتور فرج عبد المنعم، أستاذ العلاج الطبيعي والتأهيل بجامعة القاهرة، وحاليا عميد العلاج الطبيعي بجامعة الرياضة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات. النهارده احنا في نقابة الفيوم. الحقيقة عندنا دعوة كريمة من النقيب اللي احنا بندي كورس لزملائنا اخصائيين العلاج الطبيعي عن العلاج اليدوي المتخصص بتكنيكس حديثة متخصصة لعلاج آلام مشهورة جدا دلوقتي بتحير الدكاترة وأخصائيين العلاج الطبيعي في العلاج، وهو الآلام المعروفة بالفايبروماليجيا أو آلام النسيج الليفي أو الآلام العضلي الليفي اللي بقى منتشر، وخصوصا للأسف في صغار السن ومتوسط السن، وللأسف بيتعالج بأدوية كتيرة جدا مضادة للالتهاب ومضادة للآلام، ودي ليها طبعا كلنا عارفين الأعراض الجانبية بتاعتها صعبة جدا. بيدوا كمان للأسف أدوية لعلاج الصرع عشان تقلل انتقال الألم عن طريق العصب. لكن احنا كأخصائيين علاج الطبيعي لما بنعمل تقييم كويس جدا للمريض نقدر نحط ايدينا على مكان والمصدر الرئيسي للألم، ممكن مع الأدوات بتاعتنا كهرباء وليزر وكده لازم بنعمل نوع معين من الاسترتشنج تكنيك، يعني اقدر اخفف بيه الام المرض، وخصوصا ان انا بحط ايديا على المصدر بتاع المرض، مش المكان بتاع الالم، لا المصدر الاساسي بتاع الالم. لما بكشف على المريض كويس بقدر احدده واوجه العلاج ناحيته، المريض باذن الله ان شاء الله بيتحسن تحسن كبير جدا. طبعا كل ما المريض بيجي بدري للاسف المرضى المصريين يعني بيجوا لنا في مرحله متاخره. كل ما المريض بيجي بدري بيكون في وعي، المريض بيتحسن تحسن كبير جدا يعني الحمد لله. ماشي. ده في تدريب عملي النهارده حضرتك ولا حاجه؟ ان شاء الله الكورس النهارده يعني في جزء كبير عملي مع الدكاتره زمايلنا، يعني ازاي انا اعمل تقييم، وازاي انا اعمل بعض بروتوكولات العلاج، وفيها امثله كتير يعني الموست كومن تايب اوف بين اللي بيجي لهم في العيادات، يعني ان شاء الله باذن الله. ماشي، شكرا لحضرتك. ربنا يبارك شكرا. فيك.